بعد ما انتهت فترة الامتحان الكتابي ركب كل الطلاب على مركب وراحوا لجزيرة لبدء الامتحانات النهائية. وزعيمة عصابة الحرباء المتنكرة كبنت في المكعب باسم إيه لسه أمرها مش مطمن جن. بعد انتهاء الفصل الدراسي اعتقدت إنها مش هتظهر في المكعب مرة تانية، ولكن على عكس القصة الأصلية ظهرت مرة تانية، وده خلاني أروح وراها في كل حتة. اتظاهرت بالود وحاولت أتكلم معاها، وفي الأخير كل اللي حصلت عليه كان مجرد مشروب واحد وأنا ما شربتوش. جه على بالي إنها يمكن بتحاول تعرف أكتر عن كيم سوهو وشين. في الوقت ده المعلم هيوك قال لهم إن قواعد الامتحان النهائية بسيطة، انتوا هتنجوا في الجزيرة لمدة 5 أيام، وكل اللي انتوا هتعملوه هو إنكم هتكسبوا النقاط. هتكسبوها عن طريق هزيمة الوحوش اللي عايشة على الجزيرة. وخلوا بالكم الطلاب الآخرين ممكن يسرقوا نقاطكم، وانتوا كمان تقدروا تتبادلوا نقاط مع أي طالب تاني عايزينه. يعني حاولت أقول لكم إن ده في الاعتبار. وعموما الطلاب اللي عايزين يحققوا درجات أفضل من غيرهم ممكن يسرقوا 200 نقطة من خلال سرقة بطاقة اسم المشرف. عشان كده وروني مين اللي هيحاول. وجين في سره قال محدش أصلا هيجرؤ. بعدها المدرب قال لهم إن هو هيوصلهم للموقع المحدد، وطلب منهم يتبعوه. على وقت الغروب كده وصلهم لمكان معين على الجزيرة، واثناء ما الكل ماشي كده جين لقى قدامه بنت هو عارفها كويس. راشيل، هل عايزة تيجي الامتحان معايا؟ لن يكون من قبيل المصادفة أنني نزلت مع راشيل بخلاف الآخرين، وده نتيجة التفكير في العديد من المتغيرات الناتجة عن تدخل المؤلف المشارك. وجين افتكر وقت ما راشيل ظهر شرير كان عايز يقتلها، فهو حس إن حاليا هتبقى عرضة لشر تاني أثناء الاختبار الخطير. وإجابة راشيل كانت هي الرفض. قالت له إنها مرتاحة وهي لوحدها كده، وجين كان عارف إن ده ممكن يحصل، فهو شايف إن كل ما كانت مرتبة المرأة أعلى كل ما مال للترحال وحيدا. لكن مع ذلك جين كان عايز يأمنها. بعت لها إحداثيات موقعه وقال لها إنه يفضل يعمل ده عشان لو حصلت أي حاجة طارئة. هو مش عايز يخلي المؤلف المشارك يعمل ما يشتهيه برواية. وآخر حاجة قالتها راشيل هي شكرا. مرت الدقايق ويوني اللي ماشية في الغابة بتسريحتها الجديدة لقيت وحش يشبه القرد هجم عليها، والقرد المتوحش ده بقى مجموعة من القرود. ظهرت طاقتها المميزة وقسمتهم كلهم بخطفة قاطعة. بصت حواليها عشان تشوف لو في وحش تاني، ولأن ما كانش في حد كملت ماشي وهي مستاءة شوية، فهي حست بالجوع وعايزة مكان ترتاح فيه. وأثناء ما كانت بتكلم نفسها لقيت قدامها ضوء ساطع، فجريت عليه على طول لأن كل ما قربت كل ما ريحة زادت. وطبعا جه على بالها إن أكيد حد لها أكل وسخنه. أما وصلت هناك لقيت جن، وهو استغرب شوية ما شافها. قالت له أنت مرة تانية، وهو فكرها بواحدة من القواعد إن على الجزيرة المعارك بتبدأ بين المتدربين بعد 12 ساعة. استغربت إنه معاه كمية حلوة من اللحم، فسألته باستغراب إزاي حصل على كل ده. ما ادالهاش إجابة كعادته، وده خلاها تستاء شوية. وبعدها سألها عن كمية النقاط اللي جمعتها. قالت له إنها جمعت 25 نقطة، فعرفها إنه هيديها كمية من الرز قصاد إنها تديله نص النقاط اللي جمعتها. ومع إنها في الأول ما كانتش عايزة، لكن الجوع ملوش سيد، فقعدت وعرفته إنه هياخد اللي عايزه، واتلهت في الأكل وقت ما هو قاعد على الحاسوب. في النهاية جين قابل يون وليس راشيل. في الوقت ده جين كان بيحاول يخترق دائرة المراقبة، وبعد لحظات ظهرت له نافذة بنجاح العملية، وكان بيراقب الكل بواسطة عين العدسات. كان في كاميرات تانية مثبتة على الأشجار واستعملها عشان يوصل لراشيل. وهنا لاحظ حاجة، إن السيناريو الرئيسي ما اتغيرش وماشي زي ما اتكتب بالظبط. المجموعة اللي راشيل راحت لهم الود ما كانش باين عليهم، وسألوها لو إنها عايزة تشتري بعض الطعام، وبعدها واحد منهم عرض عليها تاكل وقال لها مش من الجيد تبادل الطعام بين أفراد المجموعة فقط. لو رجعنا الجين مرة تانية هنلاقيه كان عامل خيمة وغط في النوم شوية، وكان فاكر إنه صحي بحلول الصباح، ولكن استغرب وما بص حواليه وتساءل لو إن النهاردة هي ليلة قطبية. والليلة القطبية في بعض المناطق على الكوكب هي ليلة محددة في العام بيدوم فيها المساء لأكتر من 24 ساعة، عشان كده الدنيا ضلمة مع إن المفروض يكون الصبح طلع. أما بص جنبه لقى يون لسه نايمة، ولقى بذرة إيفنجل عمالة تتنطط. أنت جعانة أنا عارف ومحتاجة فعلا تدلعي، بس خليكي دلوقتي في جيبي حبتين. كان عايز يمشي لكن يون لسه نايمة، فقرر يلم الخيمة على الأقل. بكده كان مرت 12 ساعة من وقت وصل للجزيرة، واللي معناه إن القتال بين الطلاب بقى مسموح. وأول حاجة خطرت على باله هو إقصاء المجموعة الخطيرة، ولكن يعني من غير ما يقتل ولا واحد منهم. وذكر إن بعض الناس اللي باين إنهم شياطين البشر هم في الحقيقة مش شياطين بشر ولا حاجة. وصاحبنا أخذ قراره بتسلق مكان مرتفع، وجهته هي شجرة العالم المتمركزة في منتصف هذه الجزيرة، واندفع بسرعة جدا عشان شايف إنه لازم يسرع، وساب يون مع نفسها في الغابة. بعدها بعيد شوية عن يون بنلاقي شخص بين الزرع مستعد يطلق السهم، والشخص ده كان باصص على جين. كانت لسه هتضرب عليه لكن بنت تانية وقفتها. اوعي ابدا تقربي منه. سالتها عن السبب وان تصنيفه 934، ويو حذرتها قالت لها انها مش هتعرف تنتصر لو واجهته. في اللحظة دي انحنى جين ناحية الارض، والبنت تساءلت لو انه مستعد للقفز. هل فعلا بيخطط لتسلق شجرة العالم؟ وفجأة جين اختفى من مكانه. كان نط فعلا لارتفاع عالي، ونط بعدها الجذع اكبر. شفتي ده مش هينفع تواجهيه. وقالت لها ان التصنيف بالنسبة لجين مجرد رقم، ومتهيالي دلوقتي تبقيتي عارفة ايه اللي كان ممكن يحصل لو القيتي السهم نحوه. ونصيحة اخيرة عشان ما يتمش القضاء عليكي بسرعة، خلي امر قوته سر. سالتها برضه عن السبب، ويو قالت ممكن يبقى واحد من مجموعتي في يوم من الايام. والبنت قالت لها ان هي هتاخد السر ده معاها للقبر. بعدها جات لها مكالمة فقالت للبنت انهم لازم يرجعوا دلوقتي. اول حاجة جين عملها بعد ما وصل لارتفاع عالي على الشجرة هو تفعيله لمهارة عيون ال1000 ميل، فشاف كل الطلاب اللي على مسافات بعيدة كأنهم قصاد عينيه بالظبط، غير انه عارف يحدد مسار كل واحد فيهم. بعدها عينه سكنت على واحد وشاف ان هو ده الشخص اللي هيبدأ بيه. حان وقت احتكار جوائز
عايزة الاسقاط. مسك غصن شجرة وحفر عليه احداثيات وعبارات محددة ورماه ناحيته، شايف ان ده كل اللي محتاجه. هو كان عايز يستعمل وصم المانا. الغصن وقع على الارض قدامه، وبعد ما بص له شويه بص ناحيه الشجره لانه استنتج ان ده هو الاتجاه اللي الغصن جه منه. وصاحبنا جين الدايره شايف ان دلوقتي المفروض يستنى. لو رجعنا تاني اليوم بنلاقيها قامت على فجاه وفكرت في اللي حصل من مده. افتكرت وقت ما جين كان بيداعب بذره ايفنجل، ولان ما كانتش عارفه بوجود البذره افتكرت ان هو كان بيكلمها هي، وطبعا الخجل تملكها. كانت هتنهار لان من وقته هي طفله وهي بتسمع لكتير من المدح والمجاملات، لكن ازاي يقول لي وانا نايمه كلام زي اللي قاله. فكرت ان يمكن كان لها جروه وقطه وحاول يعامل الحيوان ده بلطف شويه، وافترضت برضه ان يمكن كان بيكلم نفسه. لكن لو مش الحيوانات الاليفه ولا كان بيكلم نفسه، هل معقوله كان بيكلمني انا؟ وما بقتش عارفه ايه اللي المفروض تعمله. جين في الوقت ده حس ان حد بيفكر فيه وعلى طول قال مين الوغد اللي بيتكلم عليا. بالنسبه لراشيل فهي انضمت لصف الفشله، المجموعه اللي بينتمي ليها يوهون، وطبعا باين انها مش اسعد حاجه. رفضوا النقاط اللي قدمتها ليهم وقالوا لها انهم هيعتنوا بيها وشاركوا الاكل معاها، لكن مع ذلك ما حسيتش بالراحه. وفي حين ان اي طلاب تانيين بيحاولوا يرفعوا درجاتهم من خلال الصيد، المجموعه دي ما كانش باين عليهم بيعملوا اي حاجه لاكتساب النقاط. ده حتى ما كانوش مهتمين بعدد النقاط اللي الطلاب الاخرين حصلوا عليها، غير ان رشيل حست انهم مركزين عليها بدل النقاط. ده طبعا ما حسسهاش بالراحه اكتر، وبقت شايفه ان البقاء هنا فتره طويله مش فكره سديده ابدا، لدرجه انها فكرت لو ان كان من الاحسن تنضم لجين وقت ما عرض عليها. في اللحظه دي يهون حرفيا بسبس لها، قال لها انه لقى دب اشيب ذو 10 نقاط وسالها هل عايزه تمسكه معاه. رشيل وافقت، لكنها فكرت ان بمجرد ما تساعده هتمشي على طول بعدها من المكان ده. شاور لها على مكان الدب، ولكن لما بصت اللي قدامها ما كانش شكله دب ابدا، وكان يشبه جدا الشخص اللي هجم عليها قبل كده. وهي لسه بتستوعب وقتها حاول يهجم عليهم، فهي بسرعه دفعت يهون وهجومه ما اصابش اي حد فيهم. ما كانتش متوقعه ان واحد من شياطين البشر هيمشي وراها لحد الجزيره، وفكرت ان اول حاجه المفروض تعملها دلوقتي هي انهم يهربوا من هنا. سالت يهون لو انه اتصاب، وهو مسك دراعه بعبط وعمل نفسه بيتألم وقال لها انه بينزف. كان باين ان اصابته مش خطيره، وهي استغربت انه بيتألم من حاجه زي دي، وبعدها جري بسرعه وهو بيقول لها ان ده شيطان بشري وانه مش هينفع يقعد هنا. كل اللي عرفته من التمثيليه انه مش بيتألم ولا حاجه، وبصت للشخص اللي قدامها وقالت ما اعتقدتش ان المكعب هيغري شيطان بشري، فممكن تعتبرني اسأت الحكم. وقتها هجم عليها وهو مبتسم. الهجوم كان بعيد المدى، وبعد تفاديها ليه لقيته جاي عليها مره تانية واتصدت لهجومه بسرعه. قوته المدمره عظيمه وصعبه فعلا تواجهه لوحدها، بتحاول تقاومه على قدر ما تستطيع، واثناء مهاجمتها ليه طاقه شيطانيه ثبتت رجليها في الارض، وهو اللي كان قدامها فجاه بقى موجود وراها. ما بقتش عارفه الناحيه الصح اللي جاي منها الهجوم، وادركت ان ده هجوم مش هتعرف تتفاداه. في اللحظه دي ظهر لمعان في السماء، وباين انه اتصاب بسمه الضوء الخاصه بجن. ده ضايقه اكتر وكان عايز ينهي امرها بسرعه، فنفذ عليها نفس الهجوم اللي نفذه قبل كده. ما كانش عندها حمل لتفادي اي هجوم، وفجاه كيم سوهو ظهر قدامها، وبعدها ادى يون الاشاره، والمره دي يون باستعمال القوس اطلقت ناحيته سهم سحري. سهم رماه من فوق الجبل. بصت وراها لان لقيت كذا شخص بيحاول يطمن عليها، ويون سالت راشيل ان الشخص اللي واجهته مش واحد من المتدربين. وفي نفس الوقت كيم سوهو اللي كان بيبص على الشيطان البشري عرفهم انه هرب قبل ما الهجوم يسيبه. انت مش عارفه امتى تتعرضي للهجوم مره تانية، ايه رايك تخليكي معانا لحد ما نبعد من هنا؟ ويون استغربت جدا لان كل اللي راشيل قالته هو نعم. بعدها واثناء ما ماشيين راشيل لاحظت حاجه موجوده على الارض، فقررت تبص عليها، وما وطت واخدتها لقيتها رصاصه، وده طبعا على طول خلاها تفكر في جن. فهي كانت فاكره ان الهجوم الاول يون صاحبه القوس هي اللي نفذته، ولكن الرصاصه خلتها تعيد التفكير مره تانية، فهي حطت الافتراض على جن. كيم سوهو بص على يون وسالها لو انها قررت تستعمل السيف، وهي باحراج قالت له ان ده مجرد سلاح جانبي لانها حست ان الاختبار ممكن يبقى صعب. اما راشيل فكانت بتفكر ان جن هو الشخص الوحيد اللي عارفاه بيستعمل المسدس، وانها ابدا لحد دلوقتي ما شافتوش بيستعمل بندقيه قنص. والسؤال الاهم كيف علم ان الخطر يحدق بي، ولما ساعدني، ولماذا لا يظهر نفسه على انه من قدم المساعده؟ كانت سرحانه في كل الافكار دي لحد ما يون ندهت عليها وطلبت منها تخليها معاهم ويكونوا فريق مع بعض، ولكن هي اعتذرت وقالت انها لازم تمشي. استني، الوضع لسه خطر. راشيل برضه رفضت وقالت لهم انها لازم تمشي عشان هتقابل شخص معين. في الوقت ده الناحيه الثانيه جين كان بيحسب النقاط اللي جمعها، فهو اخذ 12 من يون وحصل على 10 اما واجه الوحش، وفكر ان لازم يحصل على الاقل على 50 نقطه زياده عشان يكون في نطاق امن، وفضل يفكر في عدد الوحوش اللي هيحتاجهم عشان يجمع ال 50 نقطه. وفي اللحظه دي ظهر شخص قدامه، وطبعا انتوا عارفين هي مين، زعيمه منظمه الحرباء المتنكره في الطالبي. كان مستغرب من وجودها هنا، وطبعا خايف لحسن تكون عايزه تواجهه. كان عارف انه صعب يتغلب عليها، وفكر في الهروب بسرعه. بعدها جه على باله ان يمكن مش عايزه تواجهه، وان بس عايزه تراقب الوضع. كان لسه يسالها عن اللي عايزاه، لكن لقاها رفعت سيفها. شكلي كده هيتعمل مني صينيه في الفرن. طلبت منه يمسك سلاحه، وجين فكر ان احتمالات فوزه في معركه مباشره مع الزعيمه هي مش هتتخطى الصفر، ولكن جين برضه كان ناوي يعمل حركه. في نفس الوقت ده سالها عن اللي تقصده، وطاقه الاسير بتاعته حولها لخيط رفيع ومشاه بشكل خفي لحد ما وصل وراها. وطبعا جين عمال يطول معاها على الكلام شويه، فهو مش عايزها تاخد بالها من اللي بيعمله. سالته له انه هيستسلم. في نفس وقت ارتفاع خيط الاسير وبطريقه لئيمه سحب منها الساعه. عارف انه كده حصل على فرصه، فساعتها بقت في متناول ايديه. استغربت انه بيبتسم، وهو في
اللحظه دي وراها الساعه دي تشبه الساعه اللي معايا، وما بصت في ايديها ما لقيتش حاجه. الا يفوز من يحصل على ساعه خصمه اولا، ستخسرين ان ضغطت عليها بقوه. فالساعه بتقرا بصمات الاصابع. سالته ازاي ده حصل، وهو واحده فعل هو بيقول لها هسيبك المره دي. تدعني افلت وجري بسرعه قايل لها انه لازم يمشي. وقتها الزعيمه كانت بتتواصل مع جين وسالتها لو انها شافت اللي شافته. جين اعتذرت لها، قالت لها انها اتشتتت لبعض الوقت بعد ما زعيمه الحرباء اتحيرت من اللي جين عمله ومشي سايبها قبل ما تكمل كلامها. ده خلاها تدرك شويه ان موهبه جين اللي مكنتها من التنكر قلصت شويه معظم حواسها، لكن مع ذلك مستغربه ان طالب زيه عنده 17 سنه موهوب بكل الرشاقه دي، وفكرت ان كان على الاقل كان المفروض تفعل حقل تعويذه واحده. في الناحيه الثانيه بعد ما جين رجع للخيمه بتاعته قلبه كان في رجليه من المأزق اللي كان فيه، لكنه مع ذلك كان مبسوط شويه. فهو قابل زعيمه الحرباء وهي متنكره، كان عارف ان ده محجمها شويه، وقال انه هياكل الاول قبل ما يهتم ببقيه الامور. واثناء ما كان بيتفحص اللي المفروض يعمله لقى حد ظهر له من ورا الاشجار، وطلعت الاميره راشيل. امه سالها لو انها كانت بتبحث عنه، وهي اتحرجت وقالت له نوعا ما. بعدها عزم عليها تاكل معاه، وهي وافقت في حرج وقالت له انها تمنحه بعض النقاط. سالته وقتها عن اللي كان بيعمله لوحده، وهو قال لها كنت بتمشى هنا وهناك عشان يعني اجمع بعض النقاط زي ما انت عارفه. كانت مستنيه يقول لها ان هو اللي ساعدها، لكن هو فضل يتصرف ببراءه، وكان شايف انه هيكون من الغريب لو هو قال لها بنفسه انه انقذها. اما بص على رقبتها لاحظ ان في جرح، وعرف ان ده حصل بسبب الشيطان البشري اللي هجم عليها. وفي اللحظه دي حاجه كانت عماله تتحرك في جيبه اليمين، في ثانيه خرجت من الجيب واتحدفت على طول ناحيه رقبتها. الموقف فاجئه فمد ايده بشكل متسرع عشان يساعدها، لكنه تسبب في دلق الكوب اللي ماسكاه، وفجاه اتخضت من الحاجه اللي في ايديها. طلعت الحاجه اللي اتحركت هي بذره ايفنجل، وهو بتلعثم متاسف لها وقال لها في الاول ان البذره حيوان اليف، وبعدها قال لها انها لوزه. ارتبكت اما عرفت انه اتفاجئ بسبب لوزه، فرجع قال لها تاني انها بذره حيوان. طلب منها تديها له وعرفها ان كل حاجه هتكون على ما يرام لو انه بس اخدها وزرعها في الارض. وبعدها قال لها خلينا ناكل. وقتها ندهت عليه، قالت له انها يمكن متاخره في اللي هتقوله، ممكن تشكل فريق معايا، او يعني ممكن نقول تعاون مشترك ما بيننا. وقتها قال لها ان ده نفس الكلام اللي يون قالته له، وهي اتصدمت ان يون عرضت عليه قبلها. قال لها لا بأس وان الفكره عجبته. بعدها هي عرفت انها كانت انضمت لفريق من فتره، وما سالها عن الفريق على طول سالته له انه يعرف يهون. عمل نفسه عبيط وقال لها انه ما سمعش عنه قبل كده، وهي ما لقيته مش عارف. قالت له الامر مش مهم، ده كان مجرد شخص معايا في الفريق. في الوقت ده في مكان تاني بنلاقي شخص قاعد على صخره وقدام منه مجموعه من طلبه المكعب واقعين على الارض. يهون وصل هناك واتفاجئ اما لقى اعضاء فرقته واقعين على الارض، واتفاجئ برضه اما عرف ان شين هو اللي قدامه. شين عرفه انه سعيد بوصوله، وبعدها رمى جنبه حاجه. اما بص عليها لقى غصن شجره ومنقوش عليها كلام معين. يوهون قال له انها مش افعاله هو، وان اللي حصل اكيد غلطه شخص تاني. وشين قال له مش مهم، ويوهون افتكر ان كل حاجه ما بينهم على ما يرام. لكن شين قرب ناحيته وهو ماسك الرمح وقال له ان القمامه امثاله مش بتعجبه ابدا، تلمع السنتهم وسط حلقه الظلام. بعدها عند برج الحكام الموجود عند شمال مركز الجزيره بنلاقي سو نائبه النقابه واقفه هناك، وشخص جه من وراها وسالها عن الحاجه اللي بتفكر فيها. قالت له انها بتفكر في جن. معقوله مش كنتي من محبي كيم سوهو؟ قالت له طبعا كيم سوهو هو اقصى اولوياتها، لكنها لقت بعض المعلومات المثيره للاهتمام. قالت انها قبل يومين حصلت على وثيقه سريه للغايه وفيها جين كان حاصل على تقييم اعلى من كيم سوهو. قالت له انها مش بتستبعد وجود احتماليه معلومات خاطئه، لكن مع ذلك اللي اتكتب هنا جذاب نوعا ما، اذ ورد ان بوسعه استخدام سمه سحر الضوء. وفكرت ان طلاب زيه بيكونوا موجودين بس من حين لاخر. سالها لو انها تتحقق من الامر، فردت عليه وقالت له انها هتعمل ده وقت ما الوقت يسمح لها. سالها بعدها عن اللي هتعمله، فشاورت له على الشاره اللي بتمتلكها وقالت له انها بتقدر ب 200 نقطه. بالعوده لموقع خيمه جن بنلاقي رشيل قاعده لوحدها هناك، وقالت انها متاكده ان جن هو الشخص اللي حماها، ولكن مستغربه من سبب انكاره للامر. والسؤال اللي كان شاغل عقلها هو انه ازاي اصلا عرف انها في خطر. وقتها جين ما كانش عند الخيمه، بل كان في الغابه بيصطاد بعض الوحوش باستعمال المسدس بتاعه. واما رجع كان حاسس ان رشيل مش كويسه زي عادتها، لكن مودها اتغير بسرعه بمجرد ما اكلت من اللحم اللي اصطاده. اما توغل في الغابه مره تانية اتفاجئ من وجود بحيره قدامه، وفكر ان يمكن يلاقي فيها وحوش ذات نقاط مرتفعه. وقتها استعمل سمه الضوء لانه فكر ان كده ممكن يستدرك الوحوش لانهم هيشوفوا اكتر في المكان اللي فيه نور، فيعني كان عايزهم يطلعوا للسطح. وفجاه بص الناحيه التانية بسرعه وسال عن الشخص الموجود وراه. كان المكان هادي ومحدش باين، كان شاكك برضه من وجود حد، وفكر ان اكيد الشخص ده بارع في التخفي ومحال ان يفلت بعد ان تلتقطه عينيه. استعمل واحده من مهارات البصيره اللي بيمتلكها وشاف يوم متخفيه قدامه بالظبط، رفع مسدسه ناحيتها وضرب رصاصه تحت رجليها. وقتها ظهرت وسالته بغضب عن اللي بيحاول يعمله. سالها ليه ماشيه ورايا، فقالت له هي منفعله انها ما عملتش ده. يبقى قولي لي ايه اللي بتحاولي تعمليه؟ شفتي انا كنت على حق. برضه قالت له لا. طلبت منه ينسى الامر وسالته ازاي عرف مكانها. راح هو رد لها سؤال بسؤال وقال لها تقول له الاول ليه كانت بتراقبه. اصرت انها ما كانتش بتراقبه، وعرفت انه سو هي اللي بتعمل ده. هل تقصدي النائبه سو اللي احنا عارفينها؟ ويون اكدت له انها هي فعلا. وقتها سحب الحاسوب من الشنطه وذكر اسم سو وهو بيكتب على حاسوب. فكر انه عارف تحركات سو من الروايه، وقال انها في اليوم الاول والثاني هتراقب كيم سوهو، اما في اليوم الثالث والرابع ففي احتماليه انها تراقب مواهب تانية. وهنا اتاكد فعلا انها ممكن تدور عليه. في اللحظه دي اخترق الكاميرات من خلال الحاسوب ولقى سو فعلا ظهر
قدامه بتراقبه، فاتأكد انه ضمن المواهب المحتملة عندها. بعدها يون سألته ازاي صنع كرة الضوء، ما جاوبهاش كعادته وقال لها حاليا لازم نكمل وقد تتأذين ان بقيتي وحدك. قالت جننت، ايه اللي ممكن يدفعك تقول لي حاجة زي كده؟ وجين في سره قال الغبية هي اللي سألتني عن كرة الضوء. بعدها قال لها ان هو كان هنا من البداية وان ممكن تمشي وتدور على مكان تاني، لكنها قالت له انها موافقة على فعل ما يجب فعله. كان عايز يكلمها عن كرة الضوء وفي نفس الوقت ما كانش عايز يتكلم لان كده هيضطر يكلمها عن عالم الرواية. بعدها جين مشي شوية وهزم مجموعة من الوحوش وفكر ان عدى الساعتين من وقت ما افترق هو ويون، ولقى انه حصل على 15 نقطة زيادة لانه ركز على الوحوش من الدرجة المتوسطة. وفي اللحظة دي ظهرت اللي كان مستنيها، جات له بشكل مفاجئ وقالت له ان دي هي المرة الأولى اللي اتقابلوا فيها من بعد آخر مرة رفضها. التوتر كان باين عليه فطلبت منه يهدى ويروق، لكن عشان ابقى صريحة في كلامي انا بتجول وبفتعل بعض الامور، حاجات كده بعملها عشان اقيم قدرات ومواهب الطلاب. سألها عن هدفها فقالت له الامر بسيط، انا هقف ثابتة في مكاني ومش هستعمل الا ايدي الشمال، ولو عرفت تدفعني للحركة خطوة واحدة بس، يعني لو اي هجوم من هجماتك كان فعال وخليتني استعمل اي حاجة تانية غير ايدي الشمال فانا همنحك دي. وطبعا هو اتفاجئ وبعدها هي كملت وقالت ده سهل مش كده، لكن اللئيمة عارفة ان ده مش سهل ابدا. جين كان متأكد من صعوبة الامر وده رغم ان بطاقة الاسم بتساوي 200 نقطة، شاف ان لو حصل على البطاقة دي هيفوز بالمركز الاول، فده فعلا عرض محدش يقدر يرفضه. ولكن برضه دي في النهاية بطلة الامة سو سألته على اللي ناوي يعمله، قال هتفضل واقف عندك ولا هتقبل التحدي؟ وهو رد عليها وقال يا له من عرض مغرم بالفعل. ورصاصته المشبعة بسمة الضوء في جزء من الثانية بقت على مقربة منها وهي فكرت في مدى قوة طلقاته، ولو واحد بايديها قايله انها هتكتشف دلوقتي. والرصاصة اتطبقت ووقعت على الارض، صدها للهجوم خلاها تدرك ان دي مش رصاصة عادية، واستغربت انها قوية بزيادة رغم انها مجرد كرة ضوئية، وعرفت ان صحة التقرير اللي قرأته كان حقيقي. وقتها طلبت منه يحاول تاني لكن بجد اكبر. جين استعمل سكينتين مربوطين بسلوك ورماهم عليها على فجأة، اتفادتهم بسهولة وقالت له مش كنت بتستعمل السيف قبل كده؟ هيكون من الذكاء لو استعملت البندقية والسيف في نفس الوقت. وقتها رفع المسدس تاني وهجم عليها بعدة طلقات وهي صدت ليهم حرفيا من غير ما تتحرك، وقالت له ان الهجوم اللي شنه اقوى من اسلحة الطلاب العاديين، موهبتك تكمن في استعمال السلاح، قولي لو انا صح. وفجأة لقيت السكينتين اللي اتحدفوا راجعين عليها من ظهرها، فجين اتحكم بيهم باستعمال الطاقة السحرية المربوطة في السلك المخفي، وصوت اضطرت تستعمل طاقتها نشطت طاقة انفجارية لدرجة ان السكاكين بتاعته التوت ووقعوا على الارض جنب الحفرة اللي سببتها. ومع ان جين كان عنده امل في النجاح الا انه ما استغربش جدا من فشله، انبهرت جدا من استعماله للمانع عشان يغير مسار السكاكين، وسالته بحماس ازاي عمل ده بالظبط وقول لي هل عندك مواهب تانية. وقتها رجع مسدسه لمكانه والتفت الناحية التانية قايل لها انه لازم يمشي. اتفاجئت من تصرفه وندهت عليه لكنه فضل مطنش، وفي اللحظة دي مشيت قدام خطوة وقالت له ان كده هيفوت كل المتعة. وهنا جين بص لها وعرفها انها اتحركت، انتي قلت انك مش هتستعملي لايدك الشمال بس، لكن دلوقتي رجليكي خطت للامام، وده خلاها مصدومة. وقتها قال لها انه بيمزح وعرفها ان مواجهتها مضيعة للوقت رغم فرق القدرات ما بينهم، وكمل ماشي قايل لها انه بيستسلم. فكر انه مش هيضطر يكمل جدال معاها تحديدا بعد ما بقت متعصبة، اما هي فقعدت تقول له يستنى وانه كده هيندم اشد الندم. زعيمة الحرباء شافت كل اللي حصل والشخص اللي كان بيتواصل معاها سألها لو ان في مشكلة، وبعد ما هي قالت له لا قال لها انه مش هيكون كويس لو المرء انفصل عن مجموعته وان ده ممكن يسبب بشكوك. وهي ردت وقالت اسوأ خيار هو اننا نتحرك مع بعض. كان واضح ان مش عاجبها تتحرك مع البنتين اللي من فريقها. بعدها ما سكتت شوية سألها لو ان في حاجة تانية حصلت، فردت عليه وقالت له انها حاسة بنبض. ستنشط شجيرة الفراشة قريبا. شجيرة الفراشة او شتلات الفراشة هو نوع من الوحوش الروحية اللي بتعيش بشكل طفيلي على الاشجار، وجين بيعرفنا ان الكائن ده هيظهر في اليوم الاخير من الفصل ده في الرواية وهيقتل واحدة من الشخصيات الرئيسية. والمفروض اللي يحصل ان كيم سوهو يحصل على مسحوق الشتلات، بالاضافة ان راشيل هتحصل على بعض التلميحات اللي هتنور طريقها، بالاضافة الى اني انا وراشيل سنتعاون. لكن المشكلة الوحيدة اني مش عارف بالظبط امتى هتظهر شتلات الفراشة، فانا مجهزتش نفسي كويس. وقتها راشيل سألت جين عن سبب دورانهم حوالين المكان ده، ولان هو كان عمال يلف هنا عشان يكون مستعد وقت ما تظهر، مرضاش يقول لراشيل حاجة لانه كده هيضطر يفسر لها. في الناحية التانية بنلاقي مجموعة من الوحوش متكومة فوق بعض، وطلع كيم سو هو اللي اصطادهم. هان كان معاه وقال ان هو هيروح يشرب ميه، اما يوني اللي كانت لسه واصله فهي بعد ما قالت لكيم سو ان كده اتبقى 20 ساعة على نهاية الاختبار سألته بعدها عن رأيه في جين، وهو سألها عن سبب سؤالها عنه، فردت عليه وقالت انا بس كنت عايز اعرف لو انه خبي حاجة. فهو فضل يفوز بالجوائز في المتاحف وباريس، يعني غريب يحصل على كل الانجازات دي رغم جسمه الهزيل ورتبته المتدنية. وهنا كيم سو افتكر حاجة، افتكر وقت ما جين كان مستلقي على السرير وكلمه عن يون وقال له انه عارف حاجات اكتر منه بكتير. اما يار حاليا فهي اتفاجئت من ابتسامة كيم سو المفاجأة، بتقول ان باين على جين بيخفي حاجات، فسألته بفضول اكتر لو انه عارف، وهو قال لو في حاجة فانت لازم تعرفيها بنفسك، ليه جاية تسأليني انا؟ وفي اللحظة دي الحاجة اللي كانت بتتسحب على الارض طلعت لارتفاع عالي وهجمت عليهم هما الاتنين، وطلعت جذور الشجرة بتتحرك.